تخيل معايا كده يا صديقي انك تموت ولكن تتفاجئ انك لسه عايش. لا وكمان ده انت مجبر تشتغل 20 ساعة في اليوم، واللي هو المفروض انك بتموت علشان ترتاح مش تضغط اكتر وكده. بس الصدمة بقى ان العالم اللي انت انتقلت ليه ما بيحترمش غير القوي، وده لان الموظف الضعيف بيتضرب حوالي كده 10 مرات في اليوم. ولكن هل هتقدر انك تعيش في عالم زي ده وتثبت نفسك، ولا هتتاكل على قفاك وتفضل ضعيف؟ ولا قول لي يا صديقي، مين اكتر واحد بيضربك على قفاك في البيت، ولا انت اللي بتضرب؟ عايزك تقول الصراحة، وعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واذكر الله وصلي على النبي. اما دلوقتي بقى فهيا بنا نرى ما الذي جرى. بتبدأ حكايتنا في شركة كبيرة اسمها نيفو، وبنشوف بطلنا كيفن واللي قاعد مخنوق من كتر ضغط الشغل، ولكن عمنا كيفن بيقعد يصيح وبيبكي على حاله وبيقول هو ازاي الواحد بيعيش بعد ما يموت. وبنعرف ان بطلنا كيفن انتقل لعالم تاني غريب، وده من بعد ما مات في العالم الحقيقي. فهنا بقى كيفن بيكلم نفسه وبيقول هو ليه انا دايما اللي بيتحط عليا كده؟ ليه كل الشغل على دماغي انا اكتر؟ هما بينتقموا مني ولا ايه؟ ده انا غلبان يا جماعة، ده انا اهبل من الحمار نفسه. وبيجي المعلم رونالد من وراه كده وبيضربه على ظهره، وده علشان يصحصح ويشتغل كويس. ورونالد ده بيقول له ما تفتكرش علشان انت جديد فهسيبك تهمل في الشغل كده براحتك، هنا يا حبيبي في قواعد وعقوبات، وده طبعا لو ما نفذتش شغلك. ده اصلا شعار الشركة واضح جدا، والمفروض انك تكون حفظته صم، وهو نشتغل لحد الموت علشان الشركة تفضل دايما فوق في العلالي، غير كده يبقى تغور من هنا وما تشتغلش احسن. ده هم 20 ساعة شغل في اليوم بس، يعني مش حاجة خالص. ولكن شخص ملزق زيك كده مكانه المجاري مش المكتب ده، غور على شغلك يلا. وبيضربوه تاني. فالمعلم رونالد بيقول له في الشركة دي بالذات لازم تستعمل دراعك علشان تتكلم ويتعمل لك 1000 حساب، غير كده هتتاكل من الوحوش دول. وبسبب كده انا لازم اترقى خلال الشهر ده، مستني المسابقة بتاعة الشركة، والا هطلع كل الغل اللي جوايا فيك انت. فموظفين الشركة بقى بيقولوا الواد اللي لسه نازل جديد ده شكله كده هيخرب الشركة، ده لازم يتعود على الضرب. انا فاكر لما دخلت الشركة دي وقتها اتضربت كده يجي 50 مرة، ويمكن كان اكتر كمان. فبيرد عليه صاحبه وبيعرفه ان الناس اللي دمهم حامي ما بيعرفوش يتضربوا ويسكتوا، والواد ده شكله كده عصبي ومن الناس دي، ولكن احنا غلابة، اهم حاجة عندنا نرجع لبيتنا سلام. والمعلم كيفن هنا بقى بيقول لنفسه لحد امتى هفضل كده اتضرب واسكت؟ انا لو فضلت طول عمري ضعيف كده هيدوسوا عليا، لان هنا القوي بياكل الضعيف. التعامل في العالم ده غريب جدا، ده غير ان في حاجات انا عمري ما توقعت ان هي تحصل بتتعمل هنا، لان العالم ده بيحترم بس اصحاب المهارات والفنون القتالية، بيحترمهم اكتر من اي حاجة تانية زي التعليم او المنصب. فالمعلم رونالد هنا بيرد وبيقول له فعلا هنا اللي بيعرف يقاتل ويقف في وش اعدائه ويكسبهم هو ده اللي مكانته الاجتماعية بتبقى في السما، اما بقى الباقي بيبقوا شوية صراصير بيتداس عليهم زيك كده. والمعلم بقى بيكمل كلامه وبيقول له القوة اللي المفروض تبقى عندك لازم يبقى ليها مستويات، واعلى المستويات دي هو المستوى التاسع، وكل مستوى من دول بيتكون من 10 مستويات فرعية. وشركة نيفو دي ليها 5 قطاعات مختلفة، عندك العلوم والتكنولوجيا والاساسي واخرهم الزراعي اللي احنا فيه ده اقل قطاع فيهم. والشركة دي بقى عندها الشخص اللي من المستوى الرابع بيكون قائد، اما الخامس بيكون مدير. ده غير ان الشركة دي بيبقى عندها تحدي كل 3 شهور، وفي اليوم ده انت ممكن تتنافس مع رئيسك عادي، ولو انت كسبته هتبقى مكانه، وساعتها بقى تاخد الشركة لحسابك. بعد كده بقى المعلم رونالد ده بيمشي وبيسيب كيفن متضايق وبائس وقرفان من العالم ده، وحاسس كده انه مذلول او مجرد حيوان بيشتغل ويتهان وبس. وده لان المعلم رونالد ماشي راضي في خلق الله، ما بيشتغلش وشغال مرازية بس.
فالمعلم كيفن بيقول لو عندي قوة خارقة او حتى اي طريقة اغش منها وامسك رونولد ده اعمل منه بسطرمة. ولكن كيفن بيرجع تاني للواقع وبيفضل يصيح وبيقول يعني انا بشتغل بامانة وده يبقى جزائي. وبطلنا هنا بيفضل سهران طول الليل يشتغل وده علشان يخلص ملفاته وملفات رونولد. فضل يشتغل لحد ما اتقطم وسطه. ولكن اثناء الاستراحة بيسمع صوت بنت كده بتترجى رونولد انه يسيبها تمشي. ولكن رونولد بيقول لها ما بين كل البنات اللي موجودين هنا انا اخترتك انتي لان انتي جميلة وذكية يا ديانا وجاية بعد ما لقيتك لوحدك تقولي لي ابعد. لا يا حبيبتي مش هسيبك، ده انا ما صدقت الاقي الفرصة دي. فالمعلم كيفن بيتضايق وبيقول لا انا مش هسيب رونولد ده الا لما اربيه على قلة ادبه. وديانا هنا بقى بتقول لرونولد لو سمحت سيبني امشي انا عايز اروح، انا طول النهار بشتغل وما يصحش اللي بتعمله ده، انا بنت محترمة وماليش في المسخرة وقلة الادب دي. فالمعلم رونولد بيقول لها طب اخدميني يا قمر وانا اشيلك في عينيا، تعالي معايا بس هقولك كلمتين، انا مكتبي مكيف وهوصي عليك المدير وهخليكي تترقي وفلوسك تزيد، ها ايه رأيك كده؟ ولكن ديانا بتزقه وبتقول له ابعد عني، اوعى كده مشوني علشان ما اعملكوش جناية هنا. فالمعلم رونولد بيتعصب وبيقول لها انت اتجننت يا بت، انت ازاي تعامليني بالطريقة دي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ والمعلم رونولد لسه بيرفع ايده كده علشان يضربها ولكن كيفن بيتدخل ما بينهم وبيمسك ايد رونولد وبيقول له انت ازاي يالا تجيلك الجراءة انك تتنمر على بنت وكمان في نص الليالي كده؟ انت مش مكسوف على دمك؟ فرونولد بقى بيرد وبيقول له ده انت ليلتك سودا النهارده، ده انا هموتك يا غبي، ما كفكش الكام ضربة بتوع الصبح، انا بقى هعرفك ازاي تتدخل في شغلي ومصالحي يا حيوان. فبطلنا هنا بيكون هيعملها على نفسه من كتر الرعب وبيقول كان لازم اعمل فيها الجامد، يعني انا اصلا معرفش البنت دي. ولسه المعلم رونولد هيضربه ولكن الزمن بيقف فجأة. فالمعلم كيفن بيستغرب وبيسأل نفسه هو ايه اللي بيحصل ده وليه انا مش عارف احرك جسمي. ولكن في اللحظة دي بيظهر فجأة كده النظام قدام الكل. فبطلنا هنا بقى بيقلب كابونجا وبيقول له ايوه ده انا مستنيك من بدري. فالنظام بيقول له اكتشفنا انك اتضربت النهارده وبكده انت اتضربت ازيد من 50 مرة وعلشان كده ظهرت قوتك. انا نظام تدريب اساتذة الفنون القتالية ولكن علشان احميك فاكيد ليا شروط طبعا، لازم الاول اربط العقل العصبي بتاعك بجسمك علشان اقدر اساعدك. فالمعلم كيفن بيفرح لانه اخيرا بقى عنده اصبع ذهبي وقوة يقدر يقف بيها في وش رينولد وفي وش اي حد يأذيه. وقدامه بتكبر كده شاشة النظام وبتقوله دلوقتي هتختار حاجة من الاختيارات دول، يا اما بقى تهرب على طول ولكن هتتضرب من رونولد ساعتها والمكافأة ساعتها هتبقى قطعة ذهبية واحدة وصحتك هتزيد بمقدار 10%، او انك تتوسل ليه علشان يرحمك وتبوس جزمته كمان، وهتاخد وعد على نفسك انه هو هيبقى القائد عليك في المستقبل. وهنا بقى المكافأة هتكون 1000 قطعة ذهبية، او لو معرفتش تكسبه يبقى ما تقدرش تقف في وشه او تتكلم معاه، يبقى تنتقده ساعتها وتعرفه غلطته، ودي بقى مكافئتها هتتعلم مهارة جديدة واللي هتقدر تتعامل بيها مع كل اللي في الشركة. فالمعلم كيفن بيتلخبط كده وبينسى ايه الاختيار الاول من التاني، وعلشان من التوتر كله دخل في بعضه، ولكن بيختار واحد منهم وبعد كده بقى الزمن بيرجع تاني والمعلم كيفن بيلحق نفسه وبيتفادى الضربة كده بكل سهولة وبيقول لرونولد ما تفتكرش نفسك صياد وانا فريسة، ده انا ممكن اغيب عليك، انت لسه ما تعرفنيش كويس، انت مجرد عيل عبيط وفاشل وبترمي بلاويك على الناس وكمان عجل ومحدش بيحبك، ده حتى عيلتك تلاقيها بتكرهك. فالمعلم كيفن هنا بقى بيسأل النظام كفاية كده ولا ايه؟ اشتمه تاني علشان اخد المهارة؟ فالنظام بيعرفه انه نجح في المهمة واكتسب المهارة الجديدة واللي حرفيا بعدها هتقلب حياته كلها. والمعلم كيفن هنا بيحس كده بقوة شديدة في جسمه ولكن في
في الوقت ده رونالد بيتجنن على كيفن وبيقول له ولا ده انا مش هخلي فيك حته سليمه بقى، انت بتكلمني انا كده ماشي. فكيفن بيعرفه انه مش خايف منه وبيقول له تعالى وريني نفسك يلا، وبيحاول يستعمل كده قوته الجديده ولكن ما بيعرفش، وبيسأل النظام هو ايه اللي حصل. فالنظام بيقول له محتاج على الاقل نص ساعه كده علشان اكد بياناتك وتتفعل المهاره. فالمعلم كيفن بيقول له طب اعمل اي حاجه دلوقتي، اتصرف انا مش عارف اعمل ايه مع العجل ده. فالنظام بيرد عليه وبيعرفه انه مسؤول بس عن توفير المهارات، انما هو اللي زاد فيها، هو اللي اهانه يبقى يستحمل بقى. ولكن في اللحظه دي بيكون المعلم رونالد بيهجم عليه كده وهيعمله بسطرمه، بس ديانا بتعرف كيفن وبتقول له خلي بالك بسرعه. بس كيفن بيقول للنظام يا ابن الغداره ده انت مالكش امان وكمان مالكش لازمه، ولكن انا عارف ازاي بتصرف في المواقف دي. وعمنا كيفن هنا بيتفادى الهجوم ده كده بسرعه كبيره، ولكن رونالد كده بيحس كده بهوا غريب، فلما بيبص كده ما بيلاقيش البنطلون يا عيني، وبيتفاجئ هنا كده ان المعلم كيفن سرق حزامه وخلى منظره زباله قدام البت ديانا. فرونالد هنا بقى بيقول له لا يا عمنا الكلام ده ما فيهوش هزار يابا، هات الحزام بسرعه. فكيفن بيقول له بس كده خد، ولكن بياكلوا علقه بالحزام انما ايه بيدشملوا على الاخر. وكل ده وديانا بتتفرج وبتكون مصدومه من قوه كيفن واللي هو ازاي قدر يكسب رونالد اللي من المستوى الرابع كده بكل سهوله. والمعلم كيفن هنا بقى بيقول لنفسه ده النظام ده طلع جامد بقى، القوه اللي جات لي فجاه دي ما كنتش متوقع ان هي رايقه كده. والمعلم كيفن هنا بيسأل ديانا انت كويسه؟ فديانا بتقول له انا بخير والفضل كله يرجع عليك. فكيفن هنا بقى بيقول لنفسه البت دي بالنضاره او من غيرها شكلها حلو جدا، الصراحه الواد رونالد ده عنده حق انه يعاكسها، وبيمدلها ايده كده علشان يقومها. فديانا بتشكره تاني انه لحقها من المجنون ده. بس المعلم كيفن هنا بيعرف ديانا انها ما ينفعش تمشي كده بالليل في الشارع لوحدها، وبيقول لها يلا تعالي معايا انا هوصلك للمنزل. ولكن من نظرة ديانا ليه واضح كده ان هي اعجبت بيه، بس شكلها كده لسه واخده بالها من وجوده معاهم في الشركه، وبتسأل نفسها هو امتى انضم لينا، وهل كان مخبي كل القوه دي علشان يستخدمها في الوقت الصح. وبعد كده بقى كيفن وديانا بيخرجوا بره الشركه خلاص بقى مروحين، بس ديانا بتوقفه وبتقول له انا خايفه جدا من رد فعل رونالد، خصوصا انك اهنته جامد قدامي ودي اكتر حاجه بتضايقه، علشان كده انا خايفه انه ينتقم مننا او ما نعرفش نشتغل بكره اصلا. ولكن كيفن بيرد عليها وبيقول لها لا لا ما تخافيش خالص، لان هو مش هيقدر يقف في وشي تاني بعد اللي حصل له ده، واحسن ليه انا فرحان فيه جدا، خليه يتربى شويه بدل ما هو شايف نفسه على الكل كده. وديانا هنا بقى بتقول له طب بما انك قوي كده ما تقدم في التحدي بتاع الشركه، مش يمكن انت تكسبه وتكون صاحب الشركه. ولكن كيفن بينسى نفسه وبيسأل النظام هو انا كده بقيت في المستوى الرابع او الخامس ولا لسه؟ فالنظام بيرد عليه وبيقول له لا لسه طبعا، انت مش علشان ضربت حد من المستوى الرابع تبقى اقوى منه، انا صحيح اتمكنت منك بس مش معنى كده ان السبب في القوه دي، لان انت قوتك مدفونه جواك وخرجت في الوقت ده، واكيد علشان تطورها محتاج تتدرب وتشتغل على نفسك اكتر. فالمعلم كيفن هنا بيتبسط جدا لانه عرف دلوقتي ان القوه دي مش اضافه من النظام، ولانها طلعت جواه وهو اللي طلعها، يعني كده ممكن يبقى في يوم من الايام مكان رونالد، وده طبعا لو قدم في تحدي الشركه. وديانا هنا بقى بتقول له شكرا يا كيفن انك وصلتني للبيت، بجد انت شهم وجدع جدا. وبتساله ايه رايك تطلع تشرب معايا شاي ونقعد لنا حبه كده. ولكن كيفن بيعتذر لها وبيعرفها ان الوقت متاخر ولازم يمشي، وبيسيبها وبيرجع لمنزله. وهناك بقى بيلاقي اخته تشيني مستنياه، وتشيني بتقول له اتاخرت كده ليه؟ فوق كده وتعالى كل، ولا تحب تاخد لك دش ونلعب اي لعبه حلوه كده زي زمان يالا. ولكن كيفن بيقول لها انا جعان جدا عايز اكل واقع من الجوع، هاتيلي اي حاجه بسرعه. وبيعرفها ان هو لازم يتغذى لان هو كان مريض. فتشيني بتقول له لا ما تقلقش، وبتجهز له الاكل كده بسرعه جدا. ولكن المعلم كيفن دماغه بتفكر كل شويه وبيقول العالم ده غريب قوي، الشغل بيبدا في الفجر وبيخلص في منتصف الليل وده الطبيعي هنا، وبيقول ان في ذاكره الجسم
ده ان اخته تشيني دي مش اخته، دي جارته، ولكنهم اتربوا مع بعض من الطفولة من ساعة اما والد كيفن مات. وبيقول ان اخته تشيني دي موهوبة جدا، ولكن مش عارف ازاي اختي قدرت توصل للمستوى السادس بالسرعة دي، وانها كمان تقدر تتحكم في اي راجل، لان هم بيتمنوا بس نظرة منها. ولكن الاغرب من كده ان انا اللي عندي قوة متوسطة، اما باقي الشركة كلهم قوتهم اعلى مني، وعلشان كده انا بشتغل زي الحيوان في شركة نيفو علشان اعوض النقص ده. بس بعد كل ده مفيش شكر على اي مجهود، ده انا عمال بشتغل وبطور اسم الشركة دي. اما تشيني فمن اول سنة اترقت واشتغلت في المكتب الرئيسي للشركة، وكل رجالة الشركة والمستثمرين نفسهم يتجوزوها، ولكنها رفضت الكل. فانا مقارنة بتشيني ماليش اي لازمة، لان هي اللي بتعمل كل حاجة هنا. وبعد كده بقى تشيني بتقول له انت عارف ان التحدي بتاع الشركة الاسبوع اللي جاي، ايه رأيك اني اساعدك؟ يمكن تكسب انت فيه المرة دي، ولو كان ادائك قوي همنحك ترقية ومكافأة سرية. فالمعلم كيفن هنا بقى بيقول لها لا بصي كده انا مش هقدر عليك، ده انا لو نفخت فيا هطير، ولكن ما تقلقيش انا باكل وبتغذى علشان التحدي ده. فتشيني بتقول له هو انت ليه على طول كده بتهرب من التدريب؟ ما تجرب يا ابني، ده انت بسبب اللي بتعمله ده بقيت اقل موظف هناك والكل بقى احسن منك، ولا انت نسيت اللي حصل لك السنة اللي فاتت؟ ففعلا كيفن بيفتكر لما كان دايما بيتحط عليه، اي حد كان بيهينه حرفيا. بس كيفن بقى بيرد عليها وبيقول لها خلاص انا هخلص اكلي بسرعة وموافق انك تدربيني علشان عايز اكسب ديانا، لازم اكسر عينه وازله شوية بدل ما هو كده بيستعرض عضلاته علينا. فتشيني هنا بتقول لنفسها يا ريت تكسب بجد، انت شخص كويس جدا، بس انا حاسه بحاجه غريبه من بعد ما فاق كيفن من الغيبوبه. هو بقى غريب كده ومليان طاقه وحماس عن الاول. وبعد كده بقى وفي تاني يوم المعلم كيفن بيصحى ومكسل حتى يغسل وشه، وطبعا كل ده بسبب ضغط الشغل المستمر عليه، لانه اشتغل امبارح شغله وشغل رونالد كمان. فالمعلم كيفن بيفتكر ان اخته كل ده مستنياه، وبيقوم يلبس هدومه بسرعه كده وبينزل علشان يروح يتدرب معاها، ولكن بيلاقي جنينة بيته متغيرة وبيستغرب من اللي حصل. فتشيني بتظهر في وشه كده وبتقول له ايه، انا صرفت على الجنينة دي بتاع 3 مليون دولار كده، عملت كده الاسبوع اللي فات علشان اخليها لك بالمنظر ده، ها ايه رأيك؟ فالمعلم كيفن هنا بقى بيقول لنفسه مكان رايق للتدريب واختي اللي هتدربني، هو انا الحياة دي بتضحك لي ولا ايه؟ بينها كده هتبدأ تروق معايا. ولكن تشيني بتفاجئه هنا بكرباج في ايديها وبتضربه وبتقول له لا صحصح معايا كده، انا ما بحبش الكسل ولا التناحة. فهنا بقى المعلم كيفن بيقول لنفسه يا نهار اسود، ده انا هشوف ايام سودا كده باين عليا، طب اقول لها انا عيل صغير واجري ولا اعمل ايه في المصيبة دي؟ ولكن للاسف مفيش مكان للهرب، وبيبدأ تمارين واللي بيكون عبارة عن انه بيرفع اوزان وبيلعب رياضة بوزن الجسم، ولكن تمارين عنيفة شوية زي 1000 بطن و1000 ضغط، ولازم العدة تكون صح يا اما هتعاقبه وتضربه بالكرباج. وتشيني هنا مش بتحله ومش سايباه واقفة فوق دماغه، مركزة معاه في كل تمرين. فالمعلم كيفن بيقول لها انتي اختي مش جدعة على فكرة. فتشيني بتقول له بس يلا كمل وبطل دلع. فالمعلم كيفن بيقول لها خلاص انا جبت جاز ياما، سيبيني ارتاح شوية. بس تشيني بتقول له ايه ده، انت بتموت من دلوقتي؟ لا لازم تفوقلي كده، ده لسه المشوار طويل، امال عايز تكسب رونالد ازاي وانت مش قادر تكمل؟ وبتعرفه انه لو عايز يبطل يبقى يبوس رجلها. ولكن بطلنا كيفن ما بيستسلمش بسهولة، وبعد فترة طويلة اخيرا خلص من التدريب ده، واخيرا اليوم خلص وخد استراحة. فالمعلم كيفن بيزحف على الارض كده من كتر التعب وبيقول لتشيني انت بجد قلبك قاسي قوي عليا، ده انت ما خليتنيش اخد نفسي حتى، ليه بتعملي فيا كده؟ ده مش تدريب، ده عذاب يا شيخة، ده فعلا الشركة طلعت ارحم بكتير. فتشيني بترد وبتقول له بص ادائك النهارده كان يعني كويس، ولكن عايزك تطور من نفسك اكتر من كده علشان تقدر تنجح في التحدي ده. فالمعلم كيفن هنا بيقول لها طب بصي انا بجد مش عايز اشتغل تاني، يعني خليني قاعد هنا في المنزل اتدرب الفترة دي احسن،
واحنا كده كده اغنياء ومعانا فلوس كتير. ولكن تشيني بتتعصب وبتقول له ايه اللي انت بتقوله ده، والمعلم كيفن بيخاف منها وبيعرفها ان ده كان مجرد اقتراح بس. فتشيني بتقول له بص يا كيفن، انا كنت مخبيه عنك حاجه من زمان بس جه الوقت اللي لازم تعرفها. وبتقول له فاكر لما جيت تعيش معايا زمان؟ فكيفن بيقول لها مش قوي، انا كان عمري وقتها يجي 7 سنين. فتشيني بتعرفه ان والده ووالدته القوه القتاليه عندهم وصلت للمستوى التاسع، لحد ما جه الوقت وقرروا يدخلوا منافسه مع رئيس الشركه نيفو نفسه، لان والدك هو كمان كان بيشتغل هناك وكان هيقاتل علشان ياخد مكان الرئيس ساعتها. بس كيفن هنا ما بيكونش مصدق نفسه وان هم وصلوا للمستوى ده. وتشيني بتكمل كلامها وبتعرفه ان والده تم اغتياله بالليل في الشركه وقتلوه هو وامه، وحتى جثثهم ما كناش لاقيينها. ده غير ان محدش كان عايز يقول لي ايه اللي حصل له، واسمهم مع الوقت اتشال من قوائم العمل وكانهم اتبخروا وما بقوش موجودين في العالم ده خالص. كل ده علشان والدك كان عايز ينافس على الفوز بالشركه، ولكن انا ما استسلمتش وفضلت ادور وراهم سنين علشان اعرف اوصل لاي دليل، ولكن للاسف ما لقيتش اي معلومه تدلني عنهم. فالمعلم كيفن هنا بقى بيقول لها هو ممكن يكون رئيس شركه نيفو هو السبب. فتشيني بترد وبتقول له بص انا اشتغلت كتير لحد ما اترقيت من مكتب مبتدئ وبقيت بشتغل في مكتب الرئيس، ووالدك ووالدتك كانوا كويسين جدا معايا وعلموني كل حاجه اعرفها كاني بنتهم بالظبط، وعلشان كده انا لازم ارد لهم الجميل ده واحميك باي طريقه. بس انا برضو عايزك تدور معايا على اللي قتلهم لاننا لازم ناخد حقهم. ولكن دلوقتي انت خدت اليوم كله تدريب وتلاقيك تعبان دلوقتي، فيلا بينا نرجع المنزل وخد لك دش كده على ما احضر الاكل لانك لازم تاكل كويس وتعوض جسمك. وبعد كده بقى بيرجعوا للمنزل وبيظبطوا دنيتهم، وبعد شويه الباب بيخبط وتشيني بتروح تفتح فبتلاقي 3 رجاله كده شكلهم غريب، بس واحد منهم ماسك بوكيه ورد. وهنا بقى فهمت الموضوع وتشيني بتقول لهم نعم مين انتوا كمان؟ اصل انا ناقصه تلزيقه على المسا. فالراجل بيقول لها انا ملك التلج يا قمر، تقبليني تبقي مراتي؟ وهنا بقى صاحبه بيقول ايوه يا عمنا، على فكره خدي بالك دي المره 999 اللي يتقدم لك فيها، ما توافقي بقى ده بيحبك جدا. بس صاحبه التالت بقى اللي المفروض يطبل له بيقول لها لا فكك منه وتجوزيني انا. فتشيني بترد وبتقول له هو انت عبيط ولا ايه بالظبط؟ هو انا مش قلت لك كذا مره اني مش موافقه؟ هو ايه البعيد غبي؟ ولكن الراجل بيقول لها خلاص طالما مش موافقه انا مش هجبرك على حاجه، ولكن ما ترجعيش تقولي لي بقى انت ما بتعرفش تتعامل مع بنات. والمعلم لسه بيقرب منها كده ولكن بيلاقي عمنا كيفن قدامه كده وش لوش، وكيفن بيقول لها بصي انت وقفتي جنبي كتير وحميتيني ياما بس جه الوقت اللي انا احميكي فيه. وكيفن بيقول لنفسه بعد ما اختي دربتني بقيت حاسس بالقوه وكاني وصلت للمستوى التاني خلاص. فالراجل ده بقى بيقول له بقى حته موظف كحيان زيك وكمان في القطاع الزراعي هيقف في وشي انا؟ لا ده انت ما تعرفنيش بقى. والمعلم لسه بيضربه كده ولكن كيفن بيصد الضربه بدراعه وبيقول له طول ما انا عايش محدش يقدر يلمس اختي، انت سامع يالا؟ فتشيني هنا بتكون واقفه مصدومه لان الضربه دي كانت قويه جدا وبتتفاجئ من قوته اللي بتزيد مره واحده دي. فتشيني بقى بتقول معقوله كده؟ ده هو يوم واحد بس اللي اتدربه، ما بالك بقى لو كمل سنه؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ فالراجل بيقول له بقى حته جربوع ضعيف زيك انت يجي يقف في وشي انا؟ فالواد كيفن هنا بقى بيتعصب جامد ولكن ما بيكونش عاوز يتهور، ولكن الراجل ده بيقدر عليه وبيضربه في الاخر لان شكله كده هيبقى وحش قدام اخته، خصوصا ان الشخص ده من المستوى الخامس. بس النظام بقى بيظهر له تاني فجأة وبيقول له استنى انت دلوقتي تقدر تختار ويلا عايزك تختار دلوقتي بسرعة. وبيقول له ان الاختيار الاول هو انك هتخلص من الراجل ده وتلحق اختك،
ومكافئتك هتكون 5 نقاط لقوتك، لان دي اصعب مهمة. اما بقى المهمة التانية فهي اسهل شوية، وهي انك تحافظ على مستواك اللي انت فيه، واختك هي اللي تتصرف مع الحوش دول، لانها كده كده تقدر تحط عليه بكل سهولة. ومكافئتك هنا انك هتاخد فرصة انك تكسب جايزة. او اسهل مهمة بقى هي انك تتأسف للراجل ده وتسلمه اختك كده على طبق من دهب، وهنا بقى مكافئتك 10 نقط لخفة الحركة. ولكن كيفن بيقول انا اكتسبت القوة، ولكن جميل اني اكتسب المرونة. وبيبص للراجل ده من فوق لتحت كده، والراجل بيقول له المرة اللي فاتت فلتت من ضربتي القوية، ولكن المرة دي هخلص عليك نهائي، هطبق لك وشك. فالمعلم كيفن بيتأسف له وبيقول له خلاص انا هديلك اختي زي ما انت عايز يا عمنا. فتشيني هنا بقى بتتصدم وبتسأل كيفن ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ هو انت واعي اللي بتعمله ده يا ابني؟ انت بتعمل ايه بالظبط؟ فالراجل ده بقى بيضحك عليه وبيقول له زي ما قلت لك انت جبان وما تقدرش تعمل معايا حاجة اصلا، ده انسب حل ليك، لان الحسالة اللي زيك مكانهم تحت جزمتنا ولازم ينحنوا علشان ينالوا الاحترام. واصحاب الراجل ده كمان كده بيبداوا يتريقوا عليه، واللي يقول له ما تخافش مش هيعورك ولا هيموتك، واللي يقول له انحني له وغني له يلا. وقله ادب وتنمر على الاخر يا صديقي. ولكن علشان من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، في اللحظه دي بقى النظام بيظهر له وبيقول له مبروك انت كسبت 10 نقاط للمرونه وتقدر تستعملها دلوقتي لانك حدثت بياناتك خلاص. ولكن يا ترى بطلنا هنا هيعمل فيهم ايه؟ ويا ترى هينتقم ازاي من اللي قتلوا امه وابوه؟ عايز اقولك بقى ان مع قوة بطلنا الجديدة الاحداث بتزداد حماس، وعلشان يوصلك اشعار بكل الاحداث الجديدة يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو واشترك في القناة، وما تنساش تبص كده على قنواتنا التانية بننزل هناك ملخصات جامدة يا صديقي، وهسيب لك اللي يوصلك لهناك في التعليق المثبت. وبس كده، اذكر الله وصلي على النبي.